ينفعش ان احنا نستخدمها واحنا عندنا حبوب نشطة في البشرة بتاعتنا، لان ده هيؤدي الى تفاقم المشكلة. برضو من الوصفات اللي انت دايما تستخدمها ومالية السوشيال ميديا، بتحاول ان انت تعالج اي حباية عن طريق ان انت تستخدم نوع من انواع المراهم، وللأسف بيزود المشكلة وبيخلي الحبوب تنتشر بطريقة اكبر. لا بالعكس، ان احنا لما بنحاول ان احنا نعالج المشكلة دي بتبتدي تزيد. ولما حضرتك تبتدي تشيل الحباية دي، لان هي بتسبب آلام شديدة بالنسبة لك وتوتر، وبتخلي منظرك مش كويس بين أصدقائك، بتبتدي الحبوب دي تسيب بثور سودة. ولو الموضوع أصعب بتبتدي تترك أثر في البشرة بتاعتنا، والأثر ده بيحتاج لوقت كبير من العلاج. علشان نفهم مشكلة حب الشباب لازم نعرف ان التسمية دي تسمية مش سليمة، لان في انواع كتيرة من حب الشباب بتكون ظاهرة. لكن العلماء لما بدأوا يتعرفوا على المشكلة دي لقيوا ان هي بتظهر في فترة الشباب، والسبب في كده وجود 3 عوامل مهمة جدا. اولا